السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة فيزا شينغن، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. وأولا كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم للقناة المتواصل. مرحبا بجميع المشتركين الجدد اللي التحقوا بالقناة، والأعداد راه باينة ومعروفة. الناس اللي كتشوف القناة أول مرة كنقول لكم مرحبا بكم في قناتكم فيزا شينغن. إلا كنتم مهتمين بموضوع ديال الفيزا، الموضوع ديال اليوم غادي نحاول ندير واحد الإحاطة على الفيزا، بحكم أن مجموعة ديال الرسائل اللي كنتوصل بها كتبين أن مجموعة ديال الناس ما عندهاش فكرة على الفيزا صحيحة وخاصها جميع المعلومات. الناس اللي كتواصل عبر الانستغرام، فيسبوك، الواتساب، ما كنقدرش نجاوبكم لأنكم كتسولوني شي أسئلة بعدا كثيرة أولا وكتعاود، وكامله الاجوبه ديالها كاينه في اليوتيوب. عليها انا قررت ندير هذا الفيديو هذا باش نجاوب على دوك الاسئله كاملين رغم انهم كيتعاودوا. اول سؤال كيجيني هو: واش عندي الحق ندفع فيزا؟ واش عندي الحق ندير الفيزا؟ كنقول لك ان انت وانتوما كاملين عندكم الحق ديروا الفيزا. هذا حق مشروع، اي واحد عنده الحق يطلب فيزا سياحه لاي دوله بغا. اتفقنا على هذه النقطة هذه. النقطة الثانية، الفيزا عندها شروط. شكون هما الناس اللي عندهم الحق يدفعوا الفيزا؟ أولا قلنا أي واحد عندك الحق تدفع الفيزا، أي واحد عنده الحق يدفع الفيزا، ولكن القنصليات كيأطروا أن شكون اللي غيدفع الفيزا؟ أن الأستاذ غيدفع الفيزا، ولكن ها الشروط اللي كنطلبوا ليه. هذا مول المحل التجاري عنده الحق يدفع الفيزا، وها شنو الشروط اللي كنطلبوا فيه. هذا تلميذ مازال كيقرا في المدرسه، من حقه ياخذ الفيزا ومن حقه يطلبها، ولكن ها الشروط اللي خاص يكونوا فيه. هذا فلاح من حقه تا هو يطلب الفيزا، ولكن ها هما الشروط اللي خاص يتوفروا فيه. هاد السيد ما خدامش، تا هو من حقه يدفع الفيزا ومن حقه يطلبها ومن حقه ياخذها، ولكن ها شنو كنطلبوا فيه. هذا خدام في شركه، من حقه ياخذ الفيزا ومن حقه يطلبها، وها الشروط اللي خاصهم يتوفروا فيه. وها الوريقات والوراق اللي كيطلبوا الوثائق، لان الفيزا باش نوضحوها شي شويه. الناس اللي كتقول انا راه عندي فلوس في البنكه وبغيت فيزا، الفلوس ماشي هي الفيزا. الفلوس ماشي هي الفيزا، الفيزا هي مجموعه ديال الوثائق. الا دخلتي للموقع ديال القنصليه كتلقاو لي تشيك ليست هنايا، ها الوثائق. كل خدمه عندها وراق ديالها، يعني الفيزا راه هي وراق. الفيزا وراق، ملف كتجمعوه وكتديه، كتجمعوه في واحد البلاستيكه وكتديه للقنصليه الملحقه ولا القنصليه على حساب الفي اف اس ولا التيليس ولا البيليس. كتدير لهم واحد الملف فيه مجموعه ديال الاوراق والباسبور ديالك، وهما كيشدوا داك الملف وكيدرسوه شويه بشويه. الا شافوا دوك الشروط اللي خاصهم هما كيتوفروا فيك كيطبعوا لك الفيزا. الا شافوا الملف ديالك غير مقنع، شنو هي غير مقنع؟ يا اما شكوا فيك غادي تمشي وغادي تحرق ديك الفيزا ما غاديش ترجع، يا اما كيشوفوا ان ما عندكش الموارد الماليه، الفلوس عندك غير كافيه، ما عندكش فلوس كافيه باش تمشي دير توريست، يا اما كيشوفوك انك يلاه جديد في الخدمه ما يعني ماشي الغرض ديالك السياحه، عندك الغرض ديالك تمشي وما ترجعش، يا اما كيشوفوا ان انت كتشكل واحد الخطر على ديك الدوله ديالهم، يعني كيشوفوا ان عندك سوابق في المغرب ولا شي حاجه. المهم هما كيشدوا داك الدوسي كيدرسوه، مجموعه ديال الناس كيدرسوه طق 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 طق. الا شافوك ان فيك دوك الشروط كتوفر وقنعتيهم، راه كيطبعوا لك الفيزا وكيعطيوك المده باش تسافر. هذه هي الفيزا ما كتحتاجش للعلم، ما كتحتاجش لصنعوا شي علم خيالي. الفيزا ماشي صعيبه والفيزا ماشي سهله،
الفيزا كتجمع الوريقات ديالك، كتجمعهم وكتاخذ الموعد وكتمشي للملحقه وكتدفع وكتطلب زهرك. دابا حنا قلنا كلشي من حقو يدفع الفيزا، كل حرفه عندها الوريقات ديالها. غادي دابا نهضروا على لا ديمارش. كاين اللي كيقول لك عبد الرحيم اشرح لي شنو دير من الاول. صعيب باش نشرح لاي واحد يكون دير من الاول. اول حاجه انا باغي ندير فيزا، باغي في دابا اليوم 12 في شهر 8، يمكن 12 في شهر 8. انا باغي الفيزا غنبقى نخدمو تاني بالوراق ورقه وستيلو. انا باغي فيزا في شهر 12. انا باغي فيزا في شهر 12. كاين الناس اللي كيسولوا تيقول لك انا باغي نسافر في شهر 12. هو باغي يسافر في شهر 12، يعني شهر 12 خاصه يسافر فيها، خاصه يسافر. راه ماشي مشكل انك تشد رونديفو دابا، يمكن لك تشد رونديفو دابا في شهر 8 وتدفع الملف ديالك، ولكن في الاستماره ديالك كدير هذاك التاريخ اللي غتسافر فيه في شهر 12. كدير التاريخ اللي غادي تسافر فيه انت في شهر 12. انت ملي كتدفع الملف ديالك في شهر 8 ولا في شهر 9 كيطبعوا لك الفيزا، وراه كيعطيوك فيها ابارتير غتبدا لك من شهر 12 ولا من شهر 1، ماشي نهار دفعتيها كيعطيوها لك. هذه راه مفهومه، لان مجموعه ديال الناس تقول لك انا باغي نسافر في شهر 12، واش يمكن لي ناخذ الموعد دابا؟ الا لقيتي الموعد دابا شدو، الا لقيتي الموعد في شهر 8 شدو، لقيتيه في شهر 9 شدو، لقيتيه في شهر 10 شدو، كتدفع. ولكن انت كدير النهار فاش كتسافر هو اللي كدير في الريزيرفاسيون ديال لوطيل او في البي ديال الطياره ولا ديال الباطو وفي الاستماره. هاد النقطه حنا طرقناها. مثلا خديت واحد الموعد نهار 10 في شهر 10 2022 باش ندفع مثلا انا الفيزا الاسبانيه ديال تونس في 10 2022. خاصني نكون خدمت على شهر 9 وشهر 8 وشهر 7. خاص يكون عندي الحساب البنكي ديالي مقاد فيهم. غاديش نقول لك انا روجو، حساب بنكي مقاد على حقو طريقو انفو، كتشوفو كتعرف داكشي راه حقيقي وغيال. 9 و 8 و 7 باش ندفع في شهر 10، يعني دائما 3 شهور قبل الموعد. شنو كتطلب مني الملحقه؟ كيطلبوا منك الكشف الحساب البنكي ديال شهر 9 وديال شهر 8 وديال شهر 7، وكيطلبوا منك شهاده بنكيه. علاش غادي نقول لك شهاده بنكيه؟ لان كاينه مجموعه ديال الناس كتقول لي انا راني خدام في الشركه ولكن الفيرمون ما كيدوز لياش الحساب البنكي. هذا راه مشكل. علاش؟ لان الملحقه كتقول لك اعطيني شهاده ديال العمل، شهاده العمل وشهاده بنكيه وكشف الحساب. انت كتقول لهم انا خدام في واحد الشركه اكس، خدام في شركه اكس واحد المده اكس وكنتخلص واحد الصالير اكس، وملي كتجيب الحساب البنكي ديالك ها هو سميتك وها الرقم ديالو، ملي كتجيب الكشوفات البنكيه هذيك الشركه ما كتخلصكش، الفيرمون ما كيبانلكش. هذوك الفلوس اللي عندك في الحساب البنكي بطبيعه الحال ما غاديش يكونوا الفلوس. يعني واش انت غتقنعهم؟ شحال غيكون عندك في الحساب البنكي؟ يعني انت كتشد وكتدخل بيدك، ما غاديش يثيقوا. راه ما فيها باس ان داك السيد اللي كتكون خدام معاه كتقول له الله يرحم لك الوالدين، انا راه باغي ندفع واحد الفيزا ها 3 شهور ولا 4 شهور، دوزهم ليا فيرمون. راه عادي، راه ماشي زعما شي حاجه غيصنع الطياره، غيدوز لك الفلوس فيرمون للحساب ديالك باش كتمونسيونا في الحساب البنكي لا سوسيتي اكس ايغريك. كيبان بلا راه السيد فريمون خدام مع هاد الشركه. انا شخصيا ما تقنعنيش تجيب لي كشف الحساب ما فيهش سميت شركه وتقنعني بلا راك خدام معاها. غادي نقول لك دوك الورقات دبرتي عليهم وقديتيهم بالفوتوشوب وجبتيهم ليا. راه مجموعه ديال الناس كترفض لهم الفيزا بهذه الطريقه هذه، وكيقول لك لا انا عندي الملف مقاد. لا راه ما مقادش عندك الملف، راه خاص الفلوس اللي الشركه كتخلصك خاصها تبان في الكشف الحساب البنكي. شكون اللي كيدوز لك دوك الفلوس؟ راه اونطيط كتبان لك الشركه كدوز لك 5000 درهم ديالك ولا 6000 درهم، ودوك لي زوبيراسيون ماشي انت كتبان كتدخل ديما، انت كتدخل بسميتك ولا شي واحد. هاد النقطه طرقتها، ما بغيت شي واحد يبقى يطرحها، لان الا ما عندكش الفلوس
كيدوزوا لك مباشره للكونت ديال الشركه. هضر مع السيد قول له ومن حقك قول له دوز لي الفلوس للكونت ديالي راني محتاجهم باش يبانوا، خاص الفلوس ديال الشركه تبان. هاد النقطه واضحه. كاين اللي كيطلب مني الوثائق. غادي ندوزو الوثائق اللي كاين اللي عارفهم وكاين مجموعه ديال الناس اللي كتسول عليهم. الوثائق راه اول حاجه تيقول لك خاص تكون عندك الباسبور ديالك يكون فاليدي، يعني فيه واحد المده ديال 6 شهور 7 شهور الفوق. هما كيطلبوا غير 3 موا، ولكن تا وزهرك على هذا الروطار اللي كيتعطلوا ما كيجاوبوش ويقدر ما يجاوبوكش والباسبور ديالك تاكسبيرا. اولا الفورميلار هي الاستماره. الناس اللي كتطلب على الاستماره وكتقول لي صيفط لي الاستماره راه كاينه في الموقع، غادي تدخل وغتامبريميها، غادي تامبريمي الاستماره كاينه تمايا. كاينه الاستماره ديال اسبانيا ديال فرنسا كلشي، وكاين اللي كتعمر اوتوماتيك. الباسبور 3 موا الفوق، انا كنفضل 6 شهور. فوتوكوبي لجميع الصفحات. جواز السفر ديالك الباسبور ديالك كدير له كوبي لجميع الصفحات. علاش قلت جميع الصفحات؟ لان مجموعه ديال الناس كتفهم داكشي اللي بغات. كنا كنقولوا غير الصفحات الاولى، الزينيه دير له فوتوكوبي كامل. وإلا كانت عندك شي فيزا حتى هي كدير ليها فوتوكوبي ديالها. وإلا تقاد لك الباسبور ديالك ودرتي واحد جديد وعندك الفيزات في القديم، ماشي مشكل انك تصور دوك الفيزات اللي في الباسبور القديم وتدخلهم حتى هما في الملف ديالك. وكذلك الا كانت عندك شي فيزا خلال 5 سنين الاخرى راه كتدخلها في الاستماره. كيطلبوا لك تما لي زومبرانت والبصمات وشكون الدوله اللي عطاتها لك وامتى عطاتها لك وامتى سالت لك. هادو كنوضح لان كيجيو تساؤلات. لاسيرونس ديال السفر، التامين ديال السفر حتى هو ضروري خاص يكون عندك، اللي كياسيري واحد 30,000 ديال الاورو. عقد الزواج، كاين اللي غايقول لي راه كاينين القنصليات اللي كيطلبوه وكاين اللي ما كيطلبوهش وكاين اللي كيمشي عنده كتردوا ليا. انا كنقول لك شنو كاين. علاش؟ لان انت ما غادي تخسر حتى شي حاجه انك لا درتيه. هي كوبي دو لاك دو مارياج بالعربيه، وواحد مترجم للفرنسي ولا الاسبانيه. دابا غادي نتكلموا على الوثائق. اي واحد غادي يدفع فيزا ضروري من مجموعه ديال الوثائق. وكاين بعض الوثائق اللي مشتركين عند الفلاح، عند التاجر، عند الاستاذ، عند المعلم، عند الطبيب، عند التلميذ، عند اي واحد ضروري ما يقدم هاد الوثائق. هاد الوثائق ضروري. اي ملف ديال الفيزا كتلقى فيه هاد الوثائق. عاد من بعد كتلقى الوثائق على حساب كل حرفه. غادي نقول لكم شنو هما الوثائق اللي مجموعين. كاينين مجموعه ديال الناس غادي تكون عارفهم، ولكن انا غادي نعاودهم لان مجموعه ديال الناس التحقت بالقناه ومجموعه ديال الناس كتسولني وما قدرتش انني نجاوب كل واحد وقررت ندير هاد الفيديو هذا. اول حاجه خاصك تاخذ رونديفو. اي واحد غيبغي يدفع الفيزا ضروري خاصه ياخذ رونديفو، واحد موعد في الموقع ديال القنصليه. غتدفع اسبانيا بيليس كونتاكت، ايطاليا تيليس كونتاكت، فرنسا تيليس كونتاكت، المانيا تيليس كونتاكت، البرتغال في اف اس جلوبال، وكتبقى هولندا الفي اف اس جلوبال. ملي كتاخذ داك الموعد اول حاجه خاص يكون عندك جواز السفر. الباسبور ديالك فيه واحد المده ديال 6 شهور الفوق، لان دابا كيتعطلوا في الجواب. هما كيقولوا 3 شهور وانت خاص يكون عندك على الاقل 6 شهور باش تفادى هاد الزيره وهذا الروطار اللي كيكون. الوثيقه الاخرى هو ان داك الباسبور ديالك كتشدو وكدير له كوبي. انا كنت كنقول دائما الصفحات الاولى دير له كوبي كامله سدينيه، وإلا عندك الفيزات في داك الباسبور غادي دير لهم حتى هما فوتوكوبي. وإلا كان عندك الباسبور يلاه بدلته مازال جديد والباسبور القديم عندك فيه الفيزات، هادوك الفيزات اللي عندك في الباسبور القديم غادي تشدهم وغادير لهم فوتوكوبي وغتدفعهم حتى هما في الملف. والاستماره كذلك، الاستماره ديال طلب الحصول على الفيزا كنعمروها بالستيلو. الا كان الخط ديالنا واضح، الخط ديالي واضح واي واحد يمكن له يقراه، ماشي تقراه غير بوحدك. الا كنتي
غتقراه غير بوحدك، انا ما نعرفش نقراه والقنصليه ما تعرفش تقراه وحتى واحد ما يعرف يقراه، راه غيكون عندك مشكل. هنايا غادي تضطر انك طابيه. كاينين مجموعه ديال لي زابليكاسيون كتشد بي دي اف وكطابيها بالبي سي ديالك. ملي كطابيها كلشي كيقرا الحروف، كتكون قرايه باينه كلشي غيقراها. علاش كنقول لك هكا؟ باش الانسان يتفادى في القنصليه الا ما عرفوش يقراو لك الدوسي ديالك الكلمات غيرفضوا لك. الا ما عرفوش يقراو سميتك، ما عرفوش يقراو الارقام، ما عرفوش يقراو الخط ديالك، غادي يرفضوا لك بسبب ديال دوك المعلومات لانهم ما عرفوهاش. من الاحسن اللي الخط ديالو مزيان يكتب بستيلو، واللي ما عنده الخط ديالو يقرا غير بوحدو يفضل يطابيها. وما تضربوش في الاستماره، وكتوقعوا الاستماره في الاخر ديالها. في الاخر ديال الاستماره كديروا التوقيع ديالكم. هنايا ضروري كديروا التوقيع ديالكم، كتوقعوا فيها وكديروا لا دات. مثلا انا غادي ندفع اليوم، كندير 12/8/2022 بحال هكا. كدير النهار اللي غادي ندفع فيه وكتسيني وكدير طونجي مثلا في طنجة 10/8/2022 والسينياتور ديالي. الاستماره هي هذه، اللي ما كيعرفش الاستماره راه هي هذه. كتعمرها مزيان ونبينا عليه السلام. كدوز النسخه من البطاقه الوطنيه. انا دائما كنقول الناس ديروا فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالكم، 2 تصويرات، 2 تصاور ديال الفيزا، لاسيرونس ديال لو فواياج كي اسيري 31,000 ديال الاورو، وتذكيره ديال السفر البيي باش غادي تسافر يا اما في الطائره يا اما في الباخره، الي والروتور ذهابا وايابا. باغي تخلصوا خلصوا، باغي غير دير بري ريزيرفاسيون كدير بري ريزيرفاسيون. كدير كذلك واحد الحجز الفندقي، واحد ريزيرفاسيون ديال لوطيل كونفيرمي كذلك. الحجز ديال لوطيل الاخوان دائما راه كاين اللي كيقول لي باغي 20 يوم، انا باغي ندير 20 يوم فيزا، راه طلب لهم 20 يوم راه ما يعطيوهاش لك. راه كنديروا دائما راه قد ما كبرتي المده ديال الطلب ديالك قد ما خاص يكون عندك فلوس بزاف. دير 7 ايام الماكسيموم، دير 10 ايام، دير 10 ايام اللي بغيتي تمشي دير دا التوريست. وهما ملي كيطبعوا لك الفيزا راه كيعطيوك 15 يوم، يعطيوك شهر، يعطيوك شهرين، يعطيوك 3 شهور، يعطيوك عام. انت دوموندي من 7 ايام حتى ل 10 ايام باش ما تاثرش على الفلوس ديالك اللي عندك في الحساب ديالك. وهنا تقدر تكون عندك انفيتاسيون، شهاده الضيافه. كاين مجموعه ديال الناس اللي كيقول لي واغا يصيفط لي خويا ولا خالي راه قال لي غادي نضمرك من اسبانيا وغادي نصيفط لك لانفيتاسيون وغيعطيوك الفيزا. راه ما يمكنش. كيفاش دابا انت ما عندك والو، ما عندك حتى حاجه، الله سبحانه وتعالى اللي عندك غادي يصيفط لك واحد انفيتاسيون من ايطاليا ولا من اسبانيا غيصيفطها لك، صافي غتشدها غتقطع غتاخذ الفيزا. راه ما يمكنش. راه لانفيتاسيون ايغال ريزيرفاسيون دو لوطيل. غير باش تفهموا عباد الله، غير باش تفهموا راه الفرق بين انفيتاسيون و ريزيرفاسيون دو لوطيل. عوض انا غادي نمشي للوطيل نخسر الفلوس واحد 3000 درهم، غادي نمشي عند خويا ولا عند صاحبي وغادي نربح ديك 3000 درهم فقط. ما كتعفينيش من الخدمه ومن كشف الحساب البنكي واتيستاسيون دو طرافاي وداكشي. لا، يا اما ريزيرفاسيون دو لوطيل يا اما انفيتاسيون. هنا دي رساله الناس اللي كتقول لي راه عندي انفيتاسيون واش يعطوني الفيزا. انفيتاسيون كتكون عندها، كاينين بعض الدول اللي كتعترف بهاد الانفيتاسيون، كتدعم لك شويه الملف ديالك. كيقول هذا راه عنده عائله راه غادي يمشي عنده عوض غيخسر 3000 درهم تمايا، عنده الصالير طايح، ماشي مشكل ندوزو. هذا هو الدور ديال لانفيتاسيون. وكاينه هولندا، الدعوه ديال هولندا في شكل
الدعوه ديال هولندا الا جاتك الديه الضمانيه من هولندا كيخلصوا عليها الفلوس، كيقول له هذا السيد غادي نجيبو من المغرب وكيخلص الفلوس، ولا ما رجعش انا كنتحمل المسؤوليه ديالو. يعني هما كيضمنوا بلا السيد راه غيهبطوا عليه، عليها كيعطيوك الفيزا واخا ما كتكونش خدام. اما جميع الدول الاخرين لانفيتاسيون فقط تحل محل الحجز الفندقي. عقد الزواج، الناس اللي مزوجين ضروري كيدفعوا عقد الزواج. كاين اللي غايقول لي واش مترجم؟ كتدفع واحد بالعربيه وكتدفع واحد مترجم، يا اما الفرنسيه يا اما الاسبانيه. هادو هما الوثائق اللي مجموعين اللي مشتركين بجميع الوظائف. غادي ندوزو الزدنيه لواحد الزدنيه متقاعد، واحد متقاعد بغى الفيزا. هاد الوثائق كاملين اللي قلت غادي تجمعهم وغادي تزيد عليهم شهاده كتثبت المعاش ديالك بلا متقاعد، وثلاثه الكشوفات بنكيه، ثلاثه الكشوفات بنكيه ديال 3 شهور الاخيره، والحساب البنكي ديالك كتزيد على هادو وكتمشي كتدفع والله يسهل عليك. غادي ندوزو كذلك الناس اللي خدامين في القطاع الخاص. ملي كنقول خدامين في القطاع الخاص يعني كنقول صحاب الشركات اللي في القطاع الخاص. هذوك الوثائق اللي قلت كاملين كتزيد عليهم اتيستاسيون دو طرافاي، اي سالير، وكتزيد عليهم ديكلاراسيون دو لا سينيسيس، وكتزيد عليهم 3 ديرنيير دوردو دو لا سينيسيس، و 3 ديال لي بيلتان دو بي. بيلتان دو بي هي ورقة الأجر، 3 ديال الكشوفات البنكية ديال 3 شهور الأخيرة، ورقم الحساب البنكي اللي هو شهادة بنكية، شهادة العمل قلتها، تصريح بالأجور. تصريح بالأجور كنجبدوه من التليفون من لابليكاسيون. لي بوردورو د لا سينيسيس كنجيبوهم من الشركة فين خدامين. لي بيلتان دو بي كناخدوهم من الشركة، ولي غولوفي بونكير كناخدوهم من البنكة ديالنا. كنزيدو كذلك بالنسبه لي فونكسيونير الناس الموظفين كنجيبو اتيستاسيون دو طرافاي اي سالير، كارت بروفيسيونال ولا ليطا دونغاجمون، اتيستاسيون بونكير، و3 ديال لي غولوفي بونكير ديال لي 3 موا لي ديرنيير 3 موا ديال 3 شهور الاخيره كشوفات بنكيه. بالنسبه للناس القاصرين والطلبه وبدون عمل ضروري من دوكيمون دو بريزون شارج مسينيا ومغاليزيا. الناس اللي كيقراو والاطفال القصيرين والناس اللي ما عندهمش خدمه ضروري من بريزون شارج، واحد الضمانه وثيقه بريزون شارج مسينيا ومغاليزيا كتغاليزا في المقاطعه ديال السيد اللي كيتحمل المصاريف ديالك ديال السفر ديالك وديال الفيزا ديالك وديال كلشي. يعني شكون اللي غادي يضمنك؟ الا كان خوك هو اللي غيضمنك بالخدمه ديالو بهاد الوثائق كاملين اللي قلت غيضمنك بهم. باك الا كان استاذ غيضمنك بهاد الوثائق ديال الاستاذ. يعني داك السيد اللي غيضمنك غيجمع دوك الوثائق كاملين وغيعطيهم لك وكتمشي كتدفع بهم. يعني هو اللي كيتحمل المصاريف ديالك. بالنسبه للطلبه والتلاميذ شهاده مدرسيه اصليه بالاضافه الى اوتوريزاسيون بارونتال سيني ليغاليزي، موافقه ديال الوالدين. بالنسبه للناس القاصرين كتكون عندهم موافقه ديال الوالدين. واحد الا غيمشي يسافر مع امو راه كيعمرها باه، راه يسافر مع باه كتعمرها امو، كان غادي يسافر مع خالو راه كيعمروها له مثلا هما بجوج والديه. و بروف دو سيتياسيون بروفيسيونال دو غارون، يعني البروف ديال الحاله المهنيه ديال اللي غادي يضمنك. بالنسبه للناس اللي غادي يمشيو يقراو في اسبانيا الطلبه، شكون اللي غادي يضمنك تمايا؟ اللي غادي يضمنك في المغرب خاصك تبين ليهم الوضعيه الماليه، الخدمه ديالو. عاد كندوزو الملف ديال الفيزا دراسه اللي خاصك تبلوكي ضروري الفلوس. على ود الدراسه مجموعه ديال الناس تواصلوا معايا وقالوا لي بغينا نمشيو نقراو يا اما التكوين المهني في اسبانيا يا اما اللغه في اسبانيا، وما عارفينش لا ديمارش وما عارفين حتى شي حاجه.
يعني كنقولها لكم بكل تواضع، راه عيب انك باغي تمشي تقرا في اسبانيا وما عارفش شنو دير. انا كنقول عيب، علاش؟ لان الناس اللي كتبغي دير شي حاجه راه كتسول. انت الا باغي تمشي تقرا اللغه في اسبانيا، ولا باغي تمشي دير التكوين المهني في اسبانيا، ولا باغي تمشي تكمل الدراسات الجامعيه في اسبانيا، ولا باغي تمشي تقرا الماستر في اسبانيا، ولا باغي تمشي تقرا الدكتوراه في اسبانيا، راه اول حاجه خاصك دير انت، خاصك تشوف داكشي اللي باغي تقرا، تختار المدينه، خاصك تشوف المدينه اللي غتمشي تسكن فيها في اسبانيا، وتشوف المدرسه اللي غتمشي تقرا فيها، المدرسه اللي غتبغي تمشي تقرا فيها. انت كتهضر معاهم بار ايميل، كتكومونيكا معاهم، كتقول لهم انا باغي نتسجل معاكم هنايا في هذه الشعبه، يا اما في اللغه يا اما في التكوين يا اما، وهما كيقولوا لك الشروط. ملي كيقول لك ها الشروط اللي خاصك تصيفط لينا، كتصيفط لهم مثلا الدبلومات ديالك، البكالوريا ديالك، الاجازه ديالك، كذا كذا كذا. كاينه اللي كتقول لك جيب صيفط لي هاجي مثلا اللغه، نعطي باغ اكزومبل اللغه، كتهضر مع واحد المدرسه اكريديتي في اسبانيا ديال اللغه، وباش تطلع فيزا على اللغه خاص تكون مدرسه اللي غتقرا فيها تقريبا 21 ساعه في السيمانه، 4 سوايع في النهار، والضموندي 7 شهور، تكون مسجل في شي مدرسه اللي الدراسه اكثر من 7 شهور، لان اقل من 7 شهور ما كيعطوكش الفيزا ديال الدراسه، يقول لك قراها غير في بلادك. كتشوف المدرسه كتقول لك شحال غتقرا عندنا، ها الثمن، ها كاين، كتخلص لهم الخلاص ديالهم، كتصيفط لهم الدبلومات ديالك، صافي كيصيفطوا لك واحد الوثيقه ديال القبول، كيقبلوك، تيقول لك صافي انت راك مقبول تقرا عندنا في هذه المدرسه هذه، ها الماتريكولا ديالك. انت ملي كتشد ديك الماتريكولا ديالك والوريقات باش خلصتي، كيصيفطوا لك كلشي ديالهم، المدرسه كتصيفط لك الوراق كاملين، كتشد دوك الوريقات، عاد كتزيد عليهم الوريقات ديالك باش تطلع الفيزا دراسه. باش تطلع الفيزا دراسه خاصك ثاني الباسبور، وخاصك اللي راه يضمنك، ومجموعه ديال الوراق كتجمعهم، عاد كتدفعهم للقنصليه، عاد هما كيطبعوا لك فيزا دراسه. وملي كتاخذ ديك الفيزا دراسه عاد كتطلع لاسبانيا تمشي تقرا، عاد من بعد ملي كتطلع لاسبانيا تمشي تقرا، عاد كتشد ديك الفيزا ديال الدراسه، عاد كتمشي لمكتب الهجره اللي هو الاكستران خيريه، عاد كتبدلها باش تاخذ الاقامه ديالك ديال عام، بطاقه الطالب، انك مقيم باسبانيا كطالب. هذا هي لا ديمارش. راه ماشي انا بغيت نمشي نقرا في اسبانيا شنو ندير. انا شخصيا واي واحد ما غاديش، ما يمكنش يختار لك هو المدرسه، وما يمكنش يختار لك الشعبه اللي غتقرا، راه ما يمكنش شي واحد غيمشي يقرا يختار لك الشعبه ديالك، ما يمكنش. غنمشي نقول لك سير قرا التربيه البدنيه، لا، كتختار المدرسه وكتختار الشعبه. انا ما عليا غير انسكريبسيون، كتقول لي مثلا انا باغي نمشي نقرا في غرناطه في هذه المدرسه في هذه الشعبه، ما عليا نمشي ندير لك الانسكريبسيون. واي واحد غادي يمشي يقرا راه ضروري كيترجم الاوراق. غتمشي تقرا الماستر مثلا في اسبانيا، كاين الماستر اللي كتقرا باللغه الانجليزيه، وكاين الماستر اللي كتقرا باللغه الاسبانيه. غتمشي تقرا ماستر باللغه الانجليزيه، ماشي ضروري تكون كتعرف اللغه الاسبانيه. كاينين جامعات اللي كيقول لك ضروري خاصك دير لنا المعادله الدبلومات ديالك، كاينين الجامعات اللي ما كتطلبش المعادله، كتجيب ليها غير ليسونس ديالك ولا الماستر ديالك وكتسجل. خاصك تجيب لهم غير واحد الوثيقه من المغرب بان راه هذا الماستر ديالك كتخول لك انك تقرا ماستر في المغرب، ولا هذه الاجازه ديالك كتخول لك انك تقرا ماستر في المغرب. يعني الانسان خاص يسول، هضر مع المدرسه اللي غتهضر معاها هي اللي غتقول لك شنو بغات، لان المدارس في اسبانيا كيختلفوا، 17 الجهه، كل جهه عندها قوانين ديالها. راه في الباسك ماشي هي برشلونه، ماشي هي مدريد، ماشي كاتالونيا، ماشي غاليسيا، ماشي اندلسيا. عليها الاخوان انا حاولت نعطيكم غير واحد الفكره كيفاش كتم التسجيل في المدارس. التكوين المهني دابا اللي كيسول في التكوين المهني سالا، ما كاينش تسجيل دابا. الماستر ما يمكنش كيسجلوا كل عام. انا كندير فيديو ملي كتكون شي حاجه كنبارطاجيها في لاشين، كاين ما كيشوف الفيديو كدوز 4 شهور عاد كيقول لك سجلني في الماستر. المهم الاخوان هذا فيديو كان طويل، ولكن كان ضروري خاصني نوضح هاد النقط هادو لان مجموعه الناس كتسول. المهم باش ما نطولش عليكم، النهايه ديال الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر ديال التنبيهات باش يوصلوكم جميع الفيديوهات اللي كنبارطاجي معكم هنايا في قناتكم، قناه فيزا شنغن، القناه الخاصه بالسفر والسياحه. الى اللقاء.